السلام عليكم الخوت، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير بصحة جيدة. قناة مونديال فانز دائما كتهتم بالشأن الرياضي المحلي والدولي. فيديو هذا اليوم الأصدقاء الأعزاء متعلق بالمحارب الأسد الأطلسي سفيان أمرابط والوضع الجديد والمركز الجديد مع فريقه مانشستر يونايتد. كما كتشوفوا الخوت، تين هانغ المدرب الهولندي عند استقطابه لسفيان أمرابط من فيورنتينا الإيطالي كان كل شيء كان كيقول على انه غادي يلعب كارتكاز صريح جدا، لكن في البدايات ديال المقابلات اللي بدا كيتدرج فيهم سفيان أمرابط شيئا فشيئا لانه رجع من الاصابه ولا كيظهر لنا على انه عنده دور مركب. لكن هنا خصنا نطرحوا السؤال، واش هذا الدور مركب سفيان أمرابط في صالحه وفي صالح لا كارير ديالو ديال الكره ولا ماشي في صالحه؟ هنا غادي نقدروا نجاوبوا جواب صريح وواضح. هذا الشيء كيجعل ان اللاعب يطور راسه في العديد من المراكز اللي ممكن تفيد المنتخب الوطني المغربي. ادواره المركبه كما كتلاحظوا معايا الخوت في هذه الصوره الاولى هنا، سفيان أمرابط هنا كيلعب في الظهير الايسر. لاحظوا معايا كيفاش لاعب في الجهه اليسرى وكيفاش كيغطي على اللاعبين الخصم. هنا صراحة هذا البوست هذا خصوصا في الجانب الدفاعي ما مولفش عليه سفيان أمرابط. المشكل هنا اللي كنظن انه ممكن تطرح له هو انه كيلعب ديما حداه الفوق في الجانب الهجومي هو راشفورد كيكون ما كيعاونش بزاف دفاعيا، وهنا كان خص المجهود البدني يكون كبير عند سفيان أمرابط وتركيز عالي مع مهاجمين الخصم. كنظن هذا هو البوست في الجانب الدفاعي فين كيلعب سفيان أمرابط كظهير ايسر. لاحظوا معايا الخوت في هذه الصوره الثانيه، سفيان أمرابط عند امتلاك فريق مانشستر يونايتد لابال كيدخل المركز ديالو مولف ديجا به كيلعب هو ارتكاز صريح. هنا ممكن انه يقدم العرضيات، ممكن انه يدير الافتكاك، ممكن انه يقدم حلول للفريق ديالو خصوصا في وسط الميدان. هنا اكثر بوست ممكن ان سفيان أمرابط يلعب فيه مرتاح. لاحظوا معايا الخوت في هذه الصوره الثالثه، هنا سفيان أمرابط كيرجع كمدافع. صراحه الخوت الادوار المركبه كتكون صعيبه شويه على اللاعب، ولكن حنا عارفين انه كنا ثقه في سفيان أمرابط انه يتادابط مع اي استراتيجي ممكن انه يقدمها له المدرب مدرب عصري عنده افكار جديده كيقدر يطبقها في ارض الميدان. هكا هادشي كامل غادي يكون في صالح المنتخب الوطني المغربي. دائما المدرب كيكون فرحان ملي كيكونوا عنده لاعبين اللي كي ممكن يلعبوا في ادوار مختلفه. دائما كيكونوا دي جوكر عندك في الفرقه، كما كنا كنشوفوا مثلا المزراوي مع حكيمي في لي بوست. مزراوي ممكن يلعب اريير غوش وحكيمي ممكن يلعب اريير غوش. هكا كي ممكن انه تاخذ حلول جديده، تاخذ ممرات جديده، ممكن انك تغير الخطه في داخل مجريات المقابله. هكا ملي كيكون عندك بحال هاد النوعيه ديال اللاعبين كيساعدوك وكيريحوك شي شويه. بالتوفيق الكامل والدائم للمحارب الاسد الاطلسي سفيان أمرابط في قادم المقابلات. نتمنى على انه يستمر في هذا العطاء وهذا السخاء البدني والفني مع فريق مانشستر يونايتد. كان محتاج لهذا الانتقال هذا للدوري الانجليزي باش يطور الامكانيات ديالو الفنيه والبدنيه. نتلاقاو الخوت في فيديو جديد قريب ان شاء الله على قناه مونديال فانز.